من الطب النبوي في صحيح البخاري كتاب الطب حديث رقم 5686 عن أنس أن ناسا اجتووا، يعني أصابهم مرض في المدينة، فأمرهم النبي أن يلحقوا براعيه في الإبل فيشربوا من ألبانها وأبوالها، بول البعير، فلحقوا براعيه فشربوا من ألبانها وأبوالها حتى صحت أبدانهم. ودي وصفة جميلة أوي وطب نووي لذيذ. أي مسلم موجود في الغرفة أرجوه إن هو الليلة دي يدور على أي بعير يشرب منه الشرب بالعافية والشفاء، ويقابلني في الحلقة الجاية إن شاء الله. أود أن أتوقف عند التداوي ببول الإبل، وهناك من اكتشف ذلك وصنع من بول الإبل دواء. نعم. دواء يوصف ويتداوى به. نعم. يروى. وهذا ما كان في موضوع بحث من الأبحاث. نعم. التي قدمت في مؤتمر الإعجاز العلمي الرابع أظن في السابع في دبي. نعم. نعم. طبعا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يوصي بالتداوي بألبان الإبل وأبوالها ألبانها وأبوالها. نعم. وهناك شيطان من شياطين الأرض باع نفسه للمخابرات المعادية لنا، وصنعوا له قناة فضائية اسمها قناة الحياة، وهي الحقيقة هي قناة للموت، يتندر كيف يمكن العلاج بالأبوال. وأنا أقول أن هناك شركات للأدوية في سويسرا، لا أريد أن نسميها حتى يكون هذا إعلانا لها، يعني أنتجت أفضل أنواع الأدوية لأمراض القلب وأمراض العقم وأمراض الكبد من الأبوال. نعم. هل من مانع قانوني لتسميتها؟ ولكن نعم. لا أريد أن يكون البرنامج إعلانا لها يعني. نعم. شركة اسمها سيرن إذا يعني لم يكن مانعا من إذاعة اسمها. وجاءني أستاذ كلية الطب جامعة القاهرة في يوم من الأيام، هاتفني بالتليفون وقال أريد أن أقابلك، وجاءني قال أنا أستاذ لأمراض الكبد، وجاءني في يوم من الأيام فلاح ريفي بسيط يعاني من سرطان الكبد، وعالجته بالأدوية التقليدية، وبقول يعني أشفقت عليه لأن الأدوية مكلفة جدا ولم أرى تقدما في حالي. ففي لحظة يأس كده قلت له لماذا لا تجرب ألبان الإبل؟ قال استحيت أقول له أبوال الإبل حتى لا تعافها نفسه. قلت له لماذا لا تجرب ألبان الإبل؟ قال من أين أحصل عليها؟ قال حي اسمه إمبابة جنب القاهرة هو سوق للإبل. قال اذهب إلى إمبابة واشتري شيء من اللبن. قال والله جاءني بعد شهر من الزمن وكأنه إنسان آخر عافاه الله تعالى معافاة كاملة. ويقولون عنها إذا حلبت روت، وإذا نحرت أشبعت، وإذا حملت أثقلت، وإذا مشت أبعدت. من هنا ندرك الأهمية التي تمثلها الجمال والإبل في حياة سكان شبه الجزيرة العربية الذين يتغذون على لحومها وحليبها على مدار العام، ويعتقدون أن صلابة وقوة أجسامهم ناتجة من اعتمادهم على منتجات إبلهم. وفي الماضي استخدم العرب حليب الإبل في معالجة العديد من الأمراض، منها أوجاع البطن وأمراض الكبد والربو وضيق التنفس والسكري، فيما استخدم على نطاق ضيق في معالجة الضعف الجنسي،
كما استخدمت إفرازات الغدد الموجودة أعلى الرأس والسنام لمعالجة الزكام. في هذه المختبرات يتم إجراء المزيد من الدراسات لمعرفة فوائد حليب وبول الإبل على الإنسان. الدراسات الحديثة التي قام بها العلماء أثبتت أن حليب الإبل علاج فعال لمرضى قرحة ال12 ومنع حدوث بعض السرطانات لفعاليته في منع تكون مركبات النيتروسامينات في الجسم وقدرته على حماية أنسجة الجسم من التلف، الأمر الذي يقلل من الإصابة بالسرطان. واكتشف مؤخرا وجود بروتين خاص يسمى الكازين في حليب الإبل مشابه لعمل هرمون الأنسولين وبتركيز 40 وحدة لكل لتر حليب، مما قد يساعد مرضى السكري، كما يمنع هذا البروتين حدوث تصلب شرايين القلب. وحديثا جرب حليب الإبل لعلاج مرض البروسيلا الذي قد يسبب العقم عند الرجال، حيث يحتوي الحليب على مضادات للجراثيم ولديه القدرة على تحطيم عصيات السل الرئوي وجراثيم حمى مالطا. تحوي بروتينات عالية من أهمها الإميونوغلوبولينات، وهذه هي المناعية، بروتينات مناعية. ولذلك عند مشاهدة حليب الإبل يعني لما يوضع بالثلاجة مع حليب آخر لحيوانات أخرى فإن الحليب الآخر يفسد بسرعة، في حين أن حليب الإبل قد يطول إلى 7 أيام، وذلك يعود إلى وجود الأجسام المناعية الفريدة في حليب الإبل. كذلك فإن الفيتامينات الكثيرة الموجودة في حليب الإبل يعني تعوض الرجل المهتم بالإبل أو الشارب لحليب الإبل عن كثير من الخضروات والفواكه التي لا توجد في الحياة الصحراوية البرية. العرب وجدوا لبول الإبل فوائد صحية فاستخدموه كمادة مطهرة لغسيل الجروح والقروح ونمو الشعر وتقويته ومنع تساقطه، كما استخدموه لمعالجة الصلع الغير وراثي وبعض أنواع القشرة. ولم تكن هذه العلاجات معروفة لدى الجميع نتيجة صعوبة الحالة المعيشية آنذاك وتعذر وصول المعلومات والأخبار إلى الناس. وحديثا أجريت أبحاث وتجارب متعددة لمعرفة فوائد بول الإبل، ووجد أنه معقد جدا في تركيبه الكيميائي، حيث أوضحت التحاليل وجود 30 مركبا كيميائيا يغلب عليها المركبات الكبريتية العطرية وغير العطرية بجانب مركبات نيتروجينية وأكسجينية. وقد أثبتت التجارب العلمية بأن بول الإبل له تأثير قاتل على الميكروبات المسببة لمرض التوفيد، ويمكن استخدامه أيضا كمضاد فطري لأحد أنواع فطريات الأسبرجيلز والتي تعتبر من الملوثات الطبيعية في المختبرات. ويعد بعض العرب بول الإبل خير علاج لبعض الدمامل والجروح التي تظهر في جسم الإنسان وشعره. كما أكدت دراسات طبية من جامعات سعودية وسودانية أن بول الإبل ناجع في علاج أورام الكبد ومرض الاستسقاء. يفيد في بعض الأمراض الجلدية وحتى لمكافحة السموم، ولكن كما نقول دائما تحتاج للكثير من الدراسات المعمقة للتأكد فعلا من ما يقال وما يشاع حول أبوال الإبل. هناك فوائد كثيرة لأبوال الإبل وإن كانت لم تنشر حتى الآن. سكان الصحراء يحرصون على تغذية أطفالهم بحليب الإبل وتفضيله على حليب الأم في كثير من الأحيان، لاحتواء حليب الإبل على نسب عالية من الألبومين والكلوبيولين والدهون الذاتية، إلى جانب البروتين الذي تصل نسبة توفره 70%، ناهيك عن كلور الصوديوم والفوسفات والكالسيوم والنترات والمغنيسيوم والبوتاسيوم والحديد، إضافة إلى فيتامين A و C، وكلها معادن ومركبات ذات دور حيوي في رفع المناعة والحيوية وجهوزية الجسم للتصدي ضد معظم الميكروبات المتواجدة في البيئة المحيطة. أحمد الهوتي، نشرة الجزيرة الطبية، مسقط. الأبحاث التي تجرى في العديد من مراكز الأبحاث والجامعات كلها تؤكد على فوائد حليب وبول الإبل في علاج أمراض مستعصية بخلاف ما ذكر في التقرير. وآخر تلك الأبحاث ما توصلت إليه الباحثتان السعوديتان الدكتورة فاتن خورشيد والدكتورة صباح صالح، اللواتي كشفن عن مادة فعالة مستخلصة من أبوال الإبل أطلقنا عليها SPM 701،
وهذه التسمية اختصارا لكلمة بروفيت محمد أو النبي محمد عليه الصلاة والسلام. والرقم 701 هو رقم المادة المستخلصة من البول من مجموعة مواد أخرى تحت البحث. وقد كشفتا أن لتلك المادة تأثيرا إيجابيا ضد الخلايا السرطانية في رئة الإنسان، وأن المادة قضت على الخلايا السرطانية للدم اللوكيميا لدى الفئران، كما أن المادة لا تحمل أي تأثير جانبي على الخلايا السليمة في الجسم، ويتم تحضيرها معمليا في صور دوائية مختلفة. وما زالت الأبحاث قيد الاستمرار في التطبيقات على المرضى من النوعين أصحاب سرطان الدم وسرطان الرئة، وذلك قبل اتخاذ القرار النهائي بتصنيع الدواء وطرحه في الأسواق. وسنحاول في الفترة القادمة التواصل مع الباحثتين السعوديتين للوقوف على آخر الصور الدوائية والتطبيقات العملية لهذا العقار.